في مدينة حلب دار العلم والعلماء ولد طفل سيكبر ليحمل النور في زمن تكاثفت فيه الظلمات. إنه الشيخ محمد غياث أبو النصر البيانوني، تفتح وعيه في بيت علم وورع في كنف والده الذي غرس فيه خشية الله وحب الدعوة. ولد عام 1945، حفظ القرآن صغيرا وتنفس نور العلم في حلقات المساجد، وفي الثانوية الشرعية تعلم على أيدي شيوخ عظام فصاغوا منه قلبا عالما ولسانا ذاكرا، ثم تابع طريقه إلى دمشق إلى كلية الشريعة، حيث نهل من مدارس حسن الميداني وعبد الكريم الرفاعي، فاكتملت فيه ملامح الداعية الهادئ الحازم. وحين استدعي إلى الخدمة العسكرية لم يخلع عمامته ولا ترك رسالته. وحين دقت طبول حرب رمضان 73 خاض الميدان بثبات المؤمن، يرفع يده إلى السماء قبل أن يرفع بندقيته. عاد بعدها إلى حلب إلى منبره في جامع أبي ذر، ثم إلى جامع العثمانية حيث اجتمع حوله الشباب والعامة. كان خطابه نقيا صادقا يحمل روحا توحد ولا تفرق وتزرع الأمل في زمن الخوف. قاد الثانوية الشرعية بروح الأب والمعلم، وغرس في طلابه معنى الالتزام، حتى غدت المدرسة منارة يشار إليها بالبنان. ثم جاءت سنون الفتنة في بلاده، فكان حكيما في العاصفة، لا يندفع ولا يصمت، بل يوجه ويدعو إلى الصبر، مؤمنا بأن الدعوة تبقى وإن سقطت الجدران. خرج من وطنه مكرها إلى عمان، ولكنه لم يترك رسالته، بقي يدرس ويخطب ويوجه حتى أنهك المرض جسده، وبقيت الابتسامة تزين وجهه الصابر. عرفته عن قرب، فرأيت فيه دماثة الأخلاق والأدب الجم، الصبر والعزيمة الصادقة. ما رأيته إلا مبتسما مقبلا على الناس بحب لا تصنع فيه، مخلصا في كل ما يقول ويعمل. وفي ربيع عام 1987 أغمض عينيه وقد أدى الأمانة، وترك وراءه أثرا لا يمحى. لم يترك وراءه كتبا مؤلفة، بل قلوبا متقدة بالإيمان، وتلاميذ يسيرون على خطاه. ومثل كل صادق عبر الدنيا بخطى خفيفة رحل، ولكنه لم يغب.